السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة عن إزاي تعيشي مرتاحة البال. اسمعي الفيديو للآخر، هيقولك على أسرار الراحة النفسية الحقيقية. كتير مننا فاكرين إن راحة البال معناها إن حياتك تبقى خالية من أي مشاكل، وإن كل حاجة تمشي زي ما انت عايزة، وإن مفيش حد يزعجك ولا يختلف معاكي في رأي. لكن الحقيقة مختلفة تماما. راحة البال مش معناها إن المشاكل اختفت، لكن معناها إنك بقيتي قوية، بقيتي أقوى من أي مشكلة تهزك. راحة البال معناها إنك تعرفي إيه اللي يستحق تفكيرك وإيه اللي ما يستحقش تفكيرك دقيقة واحدة من وقتك. في مرحلة معينة من حياتنا هنكتشف إن أكبر غلطة كنا بنعملها إن إحنا بندي اهتمام زيادة لأشخاص وحاجات ما تستاهلش كل الطاقة دي. هنكتشف إن كنا بنشيل هم كلام الناس دي أصلا مشغولة بنفسها، وكنا بنضيع ساعات طويلة في التفكير في مواقف انتهت وكانت بتستهلك جزء من مشاعرنا وطاقتنا. هنكتشف إن إحنا كنا بنحاول نرضي ناس عمرهم ما هيكونوا راضيين عننا، وعمرهم ما هيشوفونا بعين الإعجاب. هنا هتبدأ نفهم معنى مهم جدا. مش مطلوب منك ترضي كل الناس، لأن مهما عملتي ومهما اجتهدتي ومهما كنتي شخص كويس هيبقى في حد مش عاجبه كلامك ولا أسلوبك ولا عاجبه نجاحك. ولو فضلتي طول عمرك بتحاولي تكسبي رضا الجميع هتخسري أهم شخص في حياتك وهو نفسك. ودي كانت أول نقطة وأول سر من أسرار الراحة النفسية، إن هي ما تحاوليش ترضي أي حد. تاني نقطة، اتعلمي تقولي لأ. اتعلمي تقولي لأ وتحطي حدود. اتعلمي تحترمي نفسك أهم من أي مجاملة تجاملي بيها حد، لأن المجاملة دي ممكن تأذيكي. فمن أهم الحاجات اللي هتسرق راحة بالك إن انت تدي قيمة كبيرة لكلام الناس. كلمة سلبية واحدة هتفضلي تفكري فيها طول اليوم ولمدة أيام طويلة. لو نظرة من شخص معين ما عجبتكيش هتعكر مزاجك. لو انتقاد بسيط اتقالك هتخليكي تشكي في نفسك. فاسألي نفسك، هل الناس دي هتعيش مكانك وهتعيش في نفس ظروفك؟ هل الناس دي هتشيل عنك همومك؟ هل الناس دي هتحقق أحلامك بدل منك؟ الإجابة الأكيدة لأ. فيبقى ليه تسمحي الرأي حد يحدد قيمتك؟ قيمتك مش في رأي الناس، قيمتك في أخلاقك واجتهادك وسعيك، في إنك كل يوم تحاولي تبقي نسخة أفضل من نفسك. ودي كانت النقطة التانية أو السر التاني من أسرار الراحة النفسية. النقطة التالتة أو السر التالت عشان ترتاحي نفسيا، ما تقارنيش نفسك بحد، لأن قلبك هيتعب ونفسيتك هتتعب. بلاش كل ما تشوفي حد ناجح تقولي ليه هو ناجح وأنا لأ. بلاش كل ما تشوفي حاجة عند حد نفسك فيها تحسي إنك متأخرة أو عاجزة إنك تجيبي الحاجة دي. اعرفي إن كل شخص له طريق مختلف تماما عن الآخر، وله ظروف مختلفة وله توقيت مختلف. في ناس نجحت بدري، وفي ناس نجحت بعد سنين طويلة، وفي ناس اتأخرت لكنها وصلت وحققت نجاح. علشان كده ركزي في طريقك انتي وابني حياتك خطوة خطوة، ما تبصيش كتير لحياة غيرك. سر كمان من أسرار علشان تكوني بالك مرتاح، اتعلمي تمشي وتسيبي المكان اللي فيه ناس بتقلل منك وبتقلل من نجاحك ومن شخصيتك. فمش كل مكان لازم تفضلي فيه، مش كل علاقة لازم تكملي فيها. لو علاقة مؤذية اقطعيها وتخلصي منها. ومش كل شخص
هيستحق إنك تديله فرصة والتانية والتالتة. أحيانا أكبر راحة نفسية ممكن تحصلي عليها هي إنك تبعدي عن الجدال وعن النقاش اللي ما منوش فايدة، تبعدي عن الطاقة السلبية وعن الأشخاص اللي طول الوقت بيكسروا فيك وبيقللوا منك. الابتعاد مش ضعف، أحيانا بيكون قمة القوة. والنقطة دي هتوصلنا للسبب التاني اللي من أسباب الراحة النفسية وراحة البال، وهو اتعلمي فن التجاهل. يعني مش كل كلمة هتحتاج رد منك، ومش كل موقف يحصلك هيحتاج مواجهة، ولا كل شخص هيستحق انك تقفي وتشرحي نفسك وتبرري له مواقفك. في معارك كتير كسبانها الحقيقي هو انك ما تدخليهاش من اصله. التجاهل ساعات بيكون أذكى وأفضل من 1000 رد، والسكوت ساعات بيكون أقوى من 1000 نقاش. فلو عايزة تعيشي مرتاحة فعلا، ركزي على مستقبلك بدل ما تركزي على حياة الناس. واسألي نفسك كل يوم، أنا قربت من هدفي قد إيه؟ أنا طورت نفسي في إيه؟ أنا عملت إيه النهاردة يفيدني بعد سنة أو 2 أو كذا سنة؟ لأن الوقت اللي بتضيعيه في مراقبة الناس ومقارنة نفسك بيهم أولى إنك تستثمريه في نفسك. اقري، اتعلمي، اشتغلي على مهارة عندك، اهتمي بصحتك، طوري شخصيتك. ومع الوقت هتكتشفي إن أجمل شعور في الدنيا هو إنك تشوفي نفسك بتتقدمي خطوة بخطوة. وافتكري دايما إن معظم الناس مشغولة بنفسها أصلا، مش فاضية إن هي تنشغل بيكي. يعني احنا أحيانا كتير بنقعد نفكر بالساعات ونقول لنفسنا، يا ترى الشخص ده قال عليا ايه؟ يا ترى الناس شايفاني ازاي؟ يا ترى الموقف دوت عدى عليا والناس شافوه ازاي؟ لكن في الحقيقة كل واحد مشغول بحياته ومشاكله وأفكاره. علشان كده خففي الحمل عن نفسك شوية، وما تشيليش هم كل حاجة. راحة بالك مش هدية هتاخديها من حد، راحة بالك وراحة نفسيتك دي قرار. انت هتقرري انك تسامحي، تتجاوزي، هتقرري انك تسيبي اللي يأذيكي. قرري انك تركزي على نفسك، انك تعيشي حياتك بالطريقة اللي ترضي ربنا وترضيكي انت. فاهدي شوية، خدي الحياة ببساطة اكتر. افتكري ان الايام بتعدي بسرعة، فما تضيعيش عمرك في القلق الزايد ولا في ارضاء الناس ولا في التفكير في كل حاجة. عيشي، اشتغلي على احلامك واستمتعي بحياتك، لان اجمل شعور ممكن توصلي له هو انك تنامي اخر اليوم وقلبك مطمن، عارفة انك عملتي اللي عليكي وتركتي الباقي على ربنا. وفي النهاية احب اقولك حاجة مهمة، مش لازم تكسبي كل المعارك ولا ترضي كل الناس، مش لازم يكون عندك اجابة لكل حاجة بتحصل في حياتك. احيانا اعظم انجاز ممكن تحققيه انك تحافظي على سلامك النفسي وراحة بالك وسط كل الفوضى اللي حواليك. اختاري راحتك قبل أي شيء يستنزفك، اختاري نفسك قبل أي شخص يقلل منك، واختاري مستقبلك قبل أي شيء يضيع وقتك وطاقتك. الأيام بتمشي بسرعة والعمر مش بيتعوض، فما تخليش لحظة حزن أو رأي شخص أو موقف عابر يسرق منك سنوات من السعادة. عيشي حياتك بقلب مطمئن، واسعي لأهدافك بثقة، واتركي ما لا تستطيعي تغييره لله. وكل ما تحسي ان الدنيا بقت تقيلة عليكي، افتكري انك اقوى مما تتخيلي، وان بعد كل ضيق فرج، وبعد كل تعب راحة، وبعد كل ليل طويل لازم يطلع فجر جديد. ربنا يملأ قلوبنا جميعا بالسكينة والطمأنينة وراحة البال يا رب. ولو وصلت الفيديو لهنا ما تنسيش تدعمينا بلايك والاشتراك في القناة، واكتبي لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.